جايبي وأحفادي ولادي. أنا جايبة كام بطاية كده للبيت أو ياكلوا حسنة البيت. اعملوا يا ولاد كده ما شاء الله. بط البيت لا يعلى عليه، بط البيت لا يعلى عليه. ياكلوا حسنة البيت. حبة رز فاضيين من العيال، حبة أكل فاضيين من العيال. العلف غالي قوي، ما اقدرش اجيب في الوقت. كنت الاول بجيب لهم علف، دلوقتي بعمل لهم دشيشه على ذره على قمح اهو، وياكلوا جنب الاكل البيت اهو ما شاء الله عليهم اهو. دول عمر شهر ونص، والحمد لله كويسين اهو، ماشيين معايا الحمد لله زي الفل. انا بكنس لهم كل يومين ثلاثه، خلي مراتي ابني او اي حد يكنس لهم. ما شاء الله اهم زي الفل، ربنا يحفظهم. وبعدين يا ولاد حلوة أوي تربية الطيور، على الأقل بتضمن إن أنت بتاكل لحمة نظيفة، ما بتاكلوش أي حاجة أهو. شايفين أهو الحمد لله. جيبوا، بس أنا ما كانش ليا نصيب، جبت كتاكيت ماليش نصيب فيهم، ماتوا كلهم من السقعة. الدنيا كانت ساعة وماتوا، والحمد لله كم بطة هم، ربنا يديهم ويحفظهم يا رب. وبعدين أنا مش بتاجر فيهم ولا حاجة، أنا باكلهم أنا وإخواتي وولادي وبس الحبايب كلها أهو. بس يا رب يكونوا في رمضان حلوين كده ونعرف ناكل منه، وربنا اهو موجود إن عشنا وكان لنا عمر. أنا بحب الطيور أوي يا ولاد، أوي أوي أوي. بحب الطيور جدا جدا جدا، وبحب أقعد فيهم. حتى لو خسرت ببقى أنا برضك حاسة إن أنا كسبانة، إن أنا قعدت واتمتعت بيهم اهو، والأكل بتاعهم اهو. حطلهم ردة على ذرع القمح، وبقيت النهار ياكلوا بقى حسنة البيت، حبة رز، حبة طبيخ وبصوم في الردة، برسيم اهو هناك اهو، اقطع لهم برسيم خضرة اهو، اللي موجود بياكلوه يا ولاد. بالله عليكم لو وصلت لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. والعيشة شيء الحمد لله اهي، عملناهم عيشة الحمد لله من خشب قديم، ما كلفناش روحنا ولا حاجة. جبت النجار والحمد لله عمل لي عيشتين جنب بعضهم. الخشب الموجود عملنا منه حبايبي واحفادي خارج مصر وداخل مصر. بالله عليكم لو وصلت لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير. دول عمر شهر ونص الحمد لله. واعملوا يا ولاد وفرحوا ولادكم اللي عنده مكان يعني، لان البط بيغرق الدنيا، عايز سطح، عايز عيشة فوق السطح او عيشة تكون كبيرة. بلكونات لا، هتقرفلكوا الشقة وكمان الشقة هتتوسخ شايفين يا حبايبي؟ والهنا والشفا للي هياكل، بالهنا والشفا للي هيربي. ربوا يا ولاد، احسن تربية هي تربية الطيور. يلا حبايبي بطة اهو الحمد لله، ربنا كرمنا بقاله شهر ونص الحمد لله. واهو بنأكله علف غالي، وبنجيب ردة، بنجيب ذرة وردة، والحمد لله بنعلفهم اهو كويس. واحلى احلى الحمد لله اهو. نجيب ذرة وردة والحمد لله بنحط لهم اهو، وبنحط لهم عيش وبواقي الاكل. بالله عليكم لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير اهو. بنمسك العيش نخلصها ونبطرها كل اسبوع، مش كل يوم، مش كل يوم. لو عندك مكان حط. البط بيرنخ الدنيا خلي بالكم، ما ينفعش يتحط في بلكونات ولا حاجات ضيقه والسطح. معلش كان عندنا كتاكيت ما حطيناش نصيب او 4 بس اللي حاطينهم الحمد لله. وكده هقفل معاكم النهارده، والمره الجايه بقى ما نيجي ننضف اهو. ننضف الحمد لله، نحط لهم ميه ونحط لهم اكل الحمد لله الابيض اللي على الارض ده جير مطفي عشان ينضف لهم المكان ويطهروا
وفي نفس الوقت بتديهم كالسيوم للعظم عشان ما يشدوش ريش بعض ولا يعضوا بعض. الحمد لله.